يا مسا الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. راح أسوي اليوم معاكم بروست البيت، والأحلى إنكم تجهزوه وتتبلوه قبل بيوم، تاني يوم على طول على القلي. نفس البهارات اللي راح نحطها على التتبيلة راح أضيفها على التغليفة بدون الفلفل المجروش، نفسها بالضبط، راح أكتب لكم إياها. نفس البهارات اللي راح نحطها على التتبيلة. في هذا المقطع راح نستعمل طبعا أفضل حجم لبروست الدجاج تختاروا دجاج اللي بوزن 800 أو 700 جرام بالكتير، ما تتعدوا 800، بالزيادة كمان لو 700 أفضل، أنا اليوم جايبة 800. قبل التتبيل لو متوفر عندكم بتر ميلك جاهز مو مشكلة، بنجيب كوب. مو متوفر عملت هنا كوب حليب عادي، حليب سائل عادي بالحليب البودرة، وراح أضيف عليه معلقتين خل. راح يفصل عندي، شوفوا كيف راح تحسوا بدأ يفصل ويتكون عندي البتر ميلك اللي راح نحطه على التتبيلة، كتير بيعطيها طعم طيب. راح نضيف البتر ميلك اللي عملناه، شوفوا لي كيف، شايفين كيف صار الحليب لما حطينا عليه الخل؟ هذا هو البتر ميلك. راح أضيف الليمون، وراح أضيف علبة زبادي، وعندي هنا البهارات راح أكتب لكم إياها. عندي ملح، فلفل أسود، كزبرة، كمون، بودرة البصل، شرايح الثوم أو العكس المتوفر عندكم، زنجبيل، عندي بابريكا، فلفل مجروش وملح، وعندي بهارات دجاج لو متوفرة، وكركم وبهار مشكل. راح أضيفهم كلياتهم، وراح نبدأ هنا نتبل الدجاج بالتتبيلة. طبعا الأفضل إنه تتبلوه قبل بيوم أو أقل حاجة قبل ب4 فأكثر من الصدقة. ساعات. كل ما ننتقع أكتر أفضل. وبعد ما نقعنا الدجاج في التتبيلة يفضل قبل بيوم تتركوه بالتتبيلة، أو أقل حاجة 4 ساعات زي ما حكيت لكم، بيصير أطيب وياخد طعم التتبيلة وبتدخل جوات التتبيلة منيح. فأكثر من الصدقة. للتغليفة عندي طحين، راح أضيف عليه نشا، وراح أضيف عليه جميع البهارات اللي حطيناها على التتبيلة بدون الفلفل المجروش. لو حابينها حراقة عادي ضيفوا، أو ممكن تضيفوا فلفل بودرة مطحون. راح نحرك المكونات كلها سوا. بعد ما تبلنا الدجاج، طبعا تركناه في التتبيلة من قبل بيوم، راح ناخد الدجاج خلاص ما يحتاج أي صوص أو حاجة، خلاص بنفس المحلول تبع النقع راح ناخد كده نبلل الدجاج منيح، ونبدأ زي ما انتم شايفين نغلفه بالطحين والنشا والبهارات اللي خلطناها هنا سوا، وكده راح نتركه على جنب ونكمل باقي الكمية. طبعا لما يلزق معاكم كده في اليد فتات زي كده اعملوا، بيرجع بيلزق في سطح الجلد تبع الدجاج وبيعطيكم طبقة مقرمشة، وهذا السر في المطاعم. راح أعلمكم سر كمان من أسرار المطاعم. شوفوا هنا غلفتها، ولكن بتحسوا إنها شربت التغليفة، شوفوا كأنه شربت التغليفة، فبنرجع بنغلفها مرة تانية بالطحين عشان تاخد أكبر قدر من التغليفة وتعطيني قرمشة فائقة. شايفين كيف؟ سبحان. راح نبدأ هنا ننزل الدجاج بالزيت. طبعا ضروري يكون الزيت حرارة متوسطة، ويكون غزير وحامي زي ما انتم شايفين. سبحان. ايش رايكم بهالجمال؟ شوفوا لي الروعة، شوفوا ينفع افتح مطعم الروست؟ عن جد يا جماعة بروست البيت طعمه غير غير غير.
جربوا طريقتي وادعوا لي بتشهي. السلام عليكم.